ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. صلوا على النبي حبايبي، ما تنسونوش في اللايك والاشتراك في القناه، عايزين القناه تكبر بيكم ان شاء الله. بص حبايبي، ان شاء الله النهارده هنعمل بسبوسه المحلات اللي بتتباع بره، بمقادير مظبوطه، وان شاء الله امشي معايا على المقادير دي. هتطلع معاكي بسبوسه ناجحه ومقاديرها كويسه ومظبوطه، ولا هتبقى ناشفه منك ولا هتفرول ولا اي حاجه خالص، تبقى زي الفل ان شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايديكم. يلا نسمي الله كده. وهنجيب هنا معايا انا عندك بولة اي حاجة بتتحط على البوتاجاز، تمام. هحط فيها نص كوباية من السكر، ونص كوباية من السمنة. سمنة بلدي ماشي، سمنة الهولندي دي ماشي، السمنة المتاحة عندك، تمام. طيب، وهنجيب كوباية من اللبن. الكوبايه اللي بنعاير بيها هنعاير بيها كل حاجه، سواء مج من الشاي بتاع البيت العادي او الكوبايه المعياريه، تمام يا حبايبي. طيب، يبقى هنجيب نص كوبايه من السكر، السكر السنترفيش العادي اللي هو الحبيبات اقصد. نص كوبايه من السمنه، وكوبايه من اللبن، والمكون السحري اللي هيخليها زي بتاعه المحلات وزي اللي بنشتريها بالظبط. ايه هو بقى؟ معلقتين من العسل الجلوكوز، معلقتين من عسل الجلوكوز يا حبايبي. المعلقتين دول هيعادلوا ربع كوباية، تمام. هيعادلوا ربع كوباية. انا حطيت كده عسل جلوكوز اهو، وهسيبهم على البوتاجاز لغاية لما، مش هنخليه يغلي ولا حاجة، بس العسل الجلوكوز يفك مني، تمام. يعني نخليه ان هو ايه لغايه لما يسيح كده. دي انا حطيت كوبايه عذرا معلقه كبيره، ورجعت حطيت معلقه تانية. يعني الكاميرا لقيتها فصلت مني، ورجعت حطيت معلقه تانية، هي والكاميرا فاصله مني، تمام. يعني هما معلقتين ما يعادلوا ربع كوبايه. هنا كنت في البدايه عملت الشربات عشان يلحق يستوي. عملت كوباية ونص من السكر عليها كوبايتين من المية، كوباية ونص من السكر عليهم كوبايتين من المية، تمام. طيب، ده النص كوباية نص كيلو من الدقيق السميد او دقيق البسبوسة. النص كيلو ده هيعادل 3 كوبايات، تمام. 3 كوبايات. هنا حطيت معلقة من الجوز الهند، دي اختياري، متوفرة عندك ماشي، مش متوفرة عندك خلاص متحطهاش، ولكن كان طعمها حلو جدا، تمام. طيب، الخليط بتاعنا الاولاني اللي احنا رفعناه على البوتاجاز برد معايا تماما، مش هينفع انزل بيه على دقيق البسبوسه وهو سخن، لازم نخليه يبرد تماما، تمام. طيب، نزلت بيه على دقيق البسبوسه. تمام كده يا حبايبي. ومش هنعجن، احنا يا دوب هنقلب تقليب، مش هنعجن، تمام، عشان البسبوسه ما تنشفش منك. ما تعجنيش فيها كتير، احنا يا دوب بس نخلط المكونات كلها، ونبس نخلط المكونات كلها بدقيق السميد، مش هنعجن، تمام. طيب، هنجيب صينية بسبوسة، او اللي هي الصواني بتاعت البيتزا دي، شوفوا انتوا بتسموها ايه، تمام. ودهنتها بفرشة من السمنة. وهننزل الخليط ده كله بتاع البسبوسة، تمام. وهنفرد كده، نسوي الصينية بتاعتنا. طبعا كل ده واحنا بنسخن الفرن، على تدخل على درجة حرارة، على درجة حرارة 170. الفرن تكون شغالة وسخنة قبل ما ندخل البسبوسة فيها، تمام. انا ما ولعتش الشواية، مشغلها من تحت بس، تمام. طيب، اللي لقيتيها لا لسه ما خدتش اللون اللي معاه المطلوب عايزاه، ولعي الشوايه وخليكي واقفه جنبيها، ما تسيبهاش عشان ما تنشفش، ما عذرا ما تتحرقش منك، تمام. طيب، انا دفيت الشربات شويه، لازم تبقى البسبوسه طالعه من الفرن، لسه حالا طالعه من الفرن، والشربات يكون دافي، تمام. نزلت عليه بورقه من الفانيليا عشان يديها ريحه حلوه كده، تمام. ونزلت بالشربات بتاعي على البسبوسه سخنه لسه مطلعاها من الفرن، تمام يا حبايبي. بصوا، هتعرفي البسبوسه ناجحه معاكي ازاي. بصي، انا نزلت الشربات كده، هنلاقي البسبوسه شربت الشربات كله، تمام. بصي بتشرب الشربات معايا ازاي اهو. كده انا البسبوسه بتاعتي ناجحه وزي الفل، تمام. وان شاء الله هتطلع معاكي ناجحه، وهتطلع احسن من كده، وربنا يحسن ما بين ايديكي.
طيب في المرحلة دي خلاص خلصنا إذا سقينا البسبوسة بالشربات هنغطيها على طول عشان ما تنشفش معانا. تمام، هنغطيها ونسيبها لغاية لما تبرد وتبتدي تقطعيها. تمام يا حبايبي، اهي بصي انا بوريكم ان هي شربت الشربات بتاعها كده. البسبوسه بتاعتنا ان شاء الله ناجحه. تمام. طيب ادي بعد ما البسبوسه كده بردت معايا. تمام. عايزه تحطي زي ما انا حاطه كده جوز هند ماشي، عايزه تحطي كريز اوكي، عايزه تحطي من قبل ما تدخليها الفرن هي والنية لسه لوز فول سوداني اللي المتوفر عندك حطيها. مش عايزه تحطي حاجه عايزه تخليها زي كده، هي 100 فل وعشرة وتسلم ايديكي. ادي البسبوسه بتاعتنا جميله تحفه تحفه تحفه. والله يا حبايب قلبي الطريقه ناجحه ان شاء الله والمقادير مظبوطه، واعملوها وان شاء الله هتعجبكم. اهو حلوه جدا وجميله جدا والله يا حبايب قلبي. ما تنسوناش بقى في اللايك كده والاشتراك في القناه، يعني مقصرين معانا في الاشتراكات كتير. مع السلامه، الى لقاء في فيديو اخر ان شاء الله.